واخيرا ابل اعلنت عن الايفونات الجديده والمفاجاه كلها 120 هرتز. الحمد لله على السلامه، ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي ابدا يا ابل. ابل اعلنت عن 3 ايفونات واولهم الايفون 17 واللي بيجي بشاشه 6.3 انش والكاميرتين بتوعه بيجوا بدقه 48 ميجا بكسل، وده بيخليك تقدر تاخد صور زوم لحد 4 اكس وتقدر تاخد صور ماكرو بالعدسه الالترا وايد. اما الكاميرا الاماميه فبتيجي بدقه 18 ميجا بكسل، بس الاختلاف هنا ان هي بتيجي بسنسور مربع بدل المدور، وده بيخليك تقدر تاخد صور بالعرض وانت ماسك الموبايل بالطول من غير ما تقلبه بالعرض. فاهم حاجه؟ يعني تبقى ماسك الموبايل كده وبتاخد صور بالعرض بدل ما تعمل التليفون كده عشان تتصور، وده يخليك تطلع كل اصحابك في الصوره. والميزه دي موجوده في كل الايفونات بتاعت السنه دي. ابل كبرت البطاريه، وانتوا عارفين ابل يعني ما بتقولش ارقام البطاريات كام، بس بتقول ان انت تقدر تشحنها 50% في 20 دقيقه بس. الموبايل بيجي بمعالج ابل الجديد A19، وده معالج قوي جدا وكمان بيوفر في البطاريه وبيديك all day battery life، يعني تقدر تستخدم البطاريه طول اليوم. اما ارفع ايفون في تاريخ ابل الايفون 17 اير، الموبايل سمكه 5.6 مللي بس، وما تقلقش الموبايل مصنوع من التيتانيوم عشان ما تحطوش في جيبك وتريح عليه تلاقيه اتنى زي ايفون 6. ومفاجاه هنا بقى ان الموبايل بيجي بمعالج اقوى من المعالج الموجود في الايفون 17 العادي، بيجي باي 19 برو. هو فين الاير وفين ال 17 العادي؟ محدش يعرف. بس كالعاده الموبايل بيجي بكاميرا واحده بس في الظهر، واللي نسبيا بتقوم بدور كاميرتين، بحيث ان انت تقدر تصور 2 اكس زوم بالكاميرا اللي موجوده عشان هي بتكروب من السنسور. اما الكاميرا الاماميه فهي نفس الكاميرا الاماميه اللي موجوده في ال 17 العادي والموجوده في كل الايفونات. اما بقى البروهات فزي ما احنا عارفين ان ابل بتحدث في البروهات في الكاميرا، بس بتزود لك كاميرا تيليفوتو زياده. وبتحديث الكاميرات في اجهزه البرو تقدر تاخد صور لحد 8 اكس اوبتيكال زوم، وطبعا اكبر بطاريه في كل الايفونات من غير كلام، ونفس المعالج الموجود في ال 17 اير ال A19 برو. بس ابل عامله هنا نظام تبريد جديد اسمه فيبرو تشامبر عشان الموبايل ما يسخنش منك وانت بتصور او في الالعاب او انت بتستخدمه عامه. وبصراحه الكاميرات بتاعت البرو تحفه ما فيهاش كلام، كفايه ان الايفنت متصور بيها. الايفنت حلو قوي يا جماعه، لازم تخشوا تشوفوا الفيديوهات اللي متصوره بالايفون الجديد، بجد تحفه. وعامه الفيديو في البروهات ما فيهوش تحديث غير في البرو ريز رو، ودي اعتقد معموله للناس البروفيشنال قوي 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 يعني في التصوير. واخيرا اسعار الايفونات بتبدا من ال 17 ب $800، وال 17 اير ب $1000، والبرو ب 1100، والبرو ماكس ب $1200. وبس كده خلصنا الايفنت بتاع ابل الايفونات الجديده. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر ايفون انت متحمس تجربه، وما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.